تعمل ايه لو انت شخص عنده اهداف كتير وبيكون متحمس ليهم والوقت بيعدي وفي النهايه ما بيعملش منهم اي حاجه؟ تعال اقول لك تعمل ايه. اول حاجه واول غلطه انت بتعملها غالبا ان انت الاهداف دي بتفضل حاططها في دماغك وبتفكر فيهم في دماغك بس. الصح ان انت تدونهم في نوت، سواء على الموبايل بقى ولا بشكل كتابي، بس انا بالنسبه لي الافضل شكل كتابي. يكون معاك نوت صغيره تدون فيها الحاجات والاهداف اللي انت مطلوب منك انك تعملها، لانه هم في دماغك اولا بيكونوا بشكل عشوائي جدا، انت مش قادر ترتبهم ولا تنظمهم ولا تشوف المدد المتاحة لكل واحدة فيهم انك تعملها او تنجزها، لكن على الورق بيكونوا مرتبين بشكل افضل. والافضل ونصيحتي ليك يعني ان انت تخلي معاك نوت زي دي. اهو انا بشيلها معايا، وحتى دلوقتي كنت بفكر في حاجات فهي معايا، فبكتبهم فيها وببدأ ان انا ارتبهم بشكل منطقي، ودماغك بتفضل تصور لك ان هي فاكرة الحاجات، لكن في الحقيقة هي مش بتكون فاكرة اي حاجة. فدي ميزة ان انت يكون معاك نوت. الحاجة التانية، قسم اهدافك يا عم. احنا مثلا مثال زي دلوقتي احنا عندنا اجازة الصيف، او اي فترة فاضية في حياتك انت عندك اهداف مثلا، وعندك فترة 3 شهور. مش لازم تحقق كل حاجة تفضل تعملها كل يوم. يعني انا عندي 10 اهداف، مش لازم اشتغل على ال10 اهداف كل يوم. لا، الصح ان انت عندك مثلا 3 شهور اجازة، يبقى تشتغل على 3 اهداف كل شهر. كل شهر ده بقى ال3 اهداف، شوف انت عايز تقسمهم ازاي. يعني انا مثلا هاخد اول اسبوع اشتغل على هدف معين، تاني اسبوع على هدف معين، تالت اسبوع على هدف معين. فالموضوع كده هيمشي اسلس. وحاول انك في نفس اليوم ما تشتغلش على اكتر من هدفين، 3 بالكتير لو انت كنت جامد جدا وبتعرف تعمل كنترول على نفسك. لان انت في البدايه هتبدا بحماس البدايات، وبعدين العمليه هتبدا تخف منك تخف منك تخف منك، والانسان بطبعه لما بتبوظ حاجه كل حاجه بتبوظ. يعني لو جيت في يوم قصرت هتروح مبوظ الجدول كله. فانت ايه، تبقى في الرايق منه وبتشتغل على هدف ولا هدفين، مثلا بتشتغل على الانجليش بتاعك، بتشتغل على حاجه في الكارير بتاعك، فشوف اللي انت عايز تشتغل عليه. الموضوع كده هيكون اسلس بكتير. في نفس الوقت هيكون لسه ايه، اليوم بتاعك فاضي تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. عايز تسمع فيلم، عايز تخرج مع اصحابك، عايز تعمل الحاجه اللي انت عايزها، اتس اوكي يعني. فدي النصيحتين اللي انا عايزك انك تعمل بيهم، وهتلاقي الموضوع مشي معاك اسلس بكتير. وفي نهايه اليوم لما تخلص الهدفين اللي انت شغال عليهم او كده، كافئ نفسك زي ما انا عامل دلوقتي كده اهو يا باشا، وخارج مع نفسي ومظبط الكلام يعني. بس دي التيب بتاعت النهارده، بتمنى ان هي تكون كانت مفيده بالنسبه لكم، وشكرا، سلام.